اختي كمان كان نزلت الطيارة واخيرا. جايز انا هلا طلعت من المطار وراح نروح على الاوتيل وان شاء الله بحكيكم من هونيك. هلو، كيفكم شباب بنات؟ اليوم الحمد لله انا وصلت على تركيا ووصلت على الاوتيل. صراحة امبارح صورت لكم وقلت لكم راح اروح على الاوتيل وصور لكم من هونيك. بس انا صار معي شي بالمطار، صارت معي قصة انه شنطتي تأخرت لوصلت. لانه كنت حاملة شنطتين، شحنتها بمطرح وشنطة شحنتها بمطرح تاني، فتأخرت شنطتي لوصلت، فضليت ساعة ونص وانا بس عم دور على الشنطة. فلهيك كنت كتير متوترة وكتير تعبانة. وقت طلعت من المطار وبدي ارجع على الاوتيل، رجعنا فقعدنا شوي بالاوتيل، ارتحنا وما قدرت اصور لكم صراحة قد ما كنت متوترة. وانا اللي صار معي انه انا كنت اول مرة بطلع بالطيارة، فكنت غير اني متوترة انه باللي صار معي بالمطار، توترت من الطيارة كمان، فما قدرت كتير صور. بس المشكلة هون بتركيا انه كتير برد، تلفون ما قدرت احملت، ما قدرت صور لكم اي شي. لهيك اعذروني انه امبارح ما صورت شي، بس ان شاء الله اليوم رح صور كل شي وتشوفوا معي وتنبسطوا معي. نحن هون بميدان تقسيم، فهلا رح نروح على المترو ونطلع على منطقة تانية. يلا خليكم معنا. نحن هلا رجعنا على منطقتنا منطقة ميدان تقسيم. بدنا نروح ناكل ونكزدر شوي بعدين نرجع على الاوتيل، لان اصلا ممنوع التجول بعد الساعة 9، فهيك ان شاء الله نلحق يعني. هلو، كيفكن شباب بنات؟ اليوم رح روح على منطقة تانية. هلا انا نازلة بتقسيم، بس رح روح على منطقة تانية فيها اسواق. طبعا عم بمشي على اللوكيشن مشان ما تضيع، وعم بسأل كتير لانه عن جد عم تضيع. والشي البشع هون انه لانه في حجر، ما عم نقدر نقعد بمطعم. يعني انا ماني عم صوركم كفاية لانه لا في مطاعم ولا كافيات ولا في شي ابدا. عم ناكل بالطريق واكتر شي عم نروح اسواق وهيك، بس انا عم حاول صوركم قد ما فيني يعني حتى انتو تحسوا حالكم معي.
هون صراحة ما بنعرف وين، يعني نحن صراحة بنروح ونجي بس ما بنعرف وين، لأنه لو فاتحينه كانوا بيعطونا ايرفونز كله بيشرح عن كل منطقة بمنطقتها، يعني بكل مطرحه هيدا شو هيدا وين، بس لأنه مسكرين ما فينا نشتريها لهي الايرفون. هلو، كيفكن شباب بنات؟ اليوم أنا بالمطار، أنا راجعة على لبنان. خلصت رحلتنا بتركيا، وأنا حاولت قد ما فيني يعني صور وأرجيكن لحتى أنتو تحسوا حالكن كنتوا معي. إن شاء الله أنا هلأ بعد نص ساعة طيارتي، إن شاء الله ما أتوتر ويصير فيني مثل ما صار فيني من الأسبوع وقت جيت. وإن شاء الله هلأ بس أطلع الطيارة برجع بصوركن. اوكي جايز، انا هلا صرت بالطياره، والطياره لحسن الحظ عاملينها عن جديد، يعني ما صار لها زمان. ان شاء الله ما اتوتر وما يصير شيء لانه بلشت توتر. هلو شباب بنات، كيفكم اليوم؟ انا اختها لدينا، وهلا نحن ناطرين دينا لتجي هي والماما من تركيا. هن اليوم جايين، صار لهم اسبوع بتركيا، واليوم جايين هلا بدهم شي ساعتين بيوصلوا على لبنان. وهلا انا عم بحكيها، هن بعدهم بالطياره، حارجيكم انه هن هلا طلعوا بالطياره وناطرينهم حتى يوصلوا بخير. ليكا، وهي دينا هلا هي بعدها بالطيارة. وشو وضعك دينا بالطيارة؟ مبسوطة ولا خايفة؟ متوترة من الطيارة؟ ما تخافي هلا، ان شاء الله بتوصلوا بخير، ما تخافي، كلها ساعتين وبتكونوا هون ان شاء الله. ان شاء الله، يلا توصلوا بالسلامة. باي. وهلا نحن بهالوقت اللي حنكون ناطرينهم فيه ليوصلوا، انا والبابا هون عم نحضر لهم اكل، عم نعمل برياني. حأرجيكم، وهاي الاكل عم نجهزه لبينما ما يوصلوا. يعطيك العافية بابا. هلا نحن وصلنا على مطار بيروت. شو ماما؟ هاي. هلا هيما وسهري رح يكونوا ناطرينا برا. وهلا الماما ودينا وصلوا، هن طالعين ورايحين انا وربوعه نستقبلهم على الباب. يلا وهلا وصلوا. هاي اجت التاني.